السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول فيديوهات ليا على قناتي خلطة زوزة أم هانية. النهاردة هنعمل أكلة يعني كلنا بنعملها في بيوتنا، أكلة سهلة وبسيطة. فراخ وملوخية ورز إن شاء الله. هي أكلة عادية وأكلة بسيطة، يعني أكلة الحمد لله، قصدي أكلة يعني كلنا نعرف نعملها الحمد لله. فأنا هعملها، بس المرة دي هي فراخ بالفريك البلدي اللي هو الفريك الصعيدي. في حلة هنا حطيت معلقتين 3 سمنة، وبجيب الفريك في الحلة. بعد ما سخنت السمنة نزلت الفريك ونزلت عليه التوابل بتاعته، الملح والفلفل بس. انا مش هزود اكتر من كده، لان انا كده كده متبله الفرخه من جوه، دعكاها بالبصل وبالثوم، ولسه هزود بقيه التوابل في الشوربه نفسها. بقلب كده. هنا بعمل الفريك على النار، لازم اعمله على النار عشان يدينا طعمته. الفريك مع الملح والفلفل والسمنه طعمه بيوديك في حته ثانيه، مفيش احلى من الفريك البلدي. اهو الفريك استوى، يعني اتحمص حلو كده على النار. قلبته، شرب السمنه بتاعته وكل حاجه وتوابله. هطفي عليه وايه، هكبس بيه بقى ايه الفرخه. في حله دلوقتي انا شغلت عليها النار عشان الشوربه، ودي الاضافات اللي على الشوربه: الملح، الكزبره، الفلفل. المفروض كان يبقى فيه فلفل صحيح عشان لون الشوربه ما يغمقش، يعني يفضل، بس حاليا انا لقيته خلص. ودي ال7 بهارات: شطه، ورق لوري، روزماري، وزر الورد. البهارات دي بالنسبه لي انا كفايه خالص لشوربه الفراخ، وممكن لو حبه تطعمي بمرق الدجاج، يعني يكون حته صغيره، مش حتى مش المكعب كله. وهنا الطماطم، البصل، الجزر، واحدة كوسة، عشان انا بحبها مسلوقة في الشوربة، يعني بحب طعمها في الشوربة. وادي الفرخة بتاعتي، فرخة بلدي، غسلها كويس قوي، دعكها بالدقيق وبالليمون وبالملح، وسايباها حبة كتير يعني في المية. وبعد ما خلصت من غسلها صفيتها، وبعد ما صفيتها دعكتها بالبصل وبالثوم والبهارات، والفريك حطيته فيها يعني. وهحطها بقى ايه في حلة الشوربة على النار. حلة الشوربة اهي، الشوربة غلت. بضيف الفرخة، وبحط هنا الكوسة والجزر والبصل والطماطم، وبحط التوابل. حطيت كل التوابل. هنا بحط معلقة سمنة مع الشوربة عشان تطعمها وتبقى حلوة. اسيبه بقى ياخد السوا بتاعه في الشوربة. طبعا احنا عارفين السوا بتاع الفراخ ما بتستحملش، وبالذات البلدي. هنا انا هضيف حبهان بودرة. ضفت معلقة حبهان لان انا كنت ناسية احطها. طبعا لو عندك مستكة حط مستكة، المستكة بتخلي الشوربة رهيبة. المستكة لما يكون عندي مستكة، انا الصراحة بعملها ان انا بحط معلقة سمنة في الحلة، وبحط فصين مستكة، وبحط الفرخة اقلبها قلبتين في السمنة، وبعد كده اضيف عليها المية المغلية. بس المرة دي انا عملتها كده شوربة، يعني مجرد ما الشوربة المية غليت انا رحت حاطة فيها الفراخ، وحطيت فيها التوابل على طول. في حلة على النار انا حطيت فيها زيت، وحطيت فيها معلقة سمنة. نزلت بالشعرية، هحمر الشعرية، وبعد كده انزل ايه عليها بالرز. انا هنا اهو نزلت بالملح ونزلت بالتوابل بتاعه الرز، واللي هي يا دوبك حاجات بسيطه: سنه فلفل ابيض، والملح وحطيت
حبة بصل بودرة مع توم بودرة. الرز اهو هسيبه يغلي كده دقيقة على نار عالية. انا نقلته على عين اصغر. هسيبه يعني كده نص دقيقة او دقيقة يغلي على النار العالية، وبعد كده اوطي عليه النار واظبطه بس، واغطيه لاول ما يقرب يستوي بديله تقليبه، وبعد كده اول ما يستوي بطفي عليه. انا بقلبه ممكن كذا مرة عادي يعني. بس يعني براحتكم، كل واحد ليه طريقته يعني في الرز. ودي الملوخية بتاعتي انا قرطفتها، بس المرة دي مش هعملها بالمخرطة، انا هعملها بمية سخنة ومعلقة كربوناتو في المية. هحط الملوخية عشان انا حاليا مستعجلة، فايه وارد ملحقش اعملها بالمخرطة. فلما بكون مستعجلة ان انا اعمل الاكل بسرعة ما بعملهاش بالمخرطة، بعملها بالطريقة دي. الطريقة دي برضو حلوة معايا قوي وبتنجز، وبتفضل الملوخية خضرة يعني لونها بسم الله ما شاء الله خضار جميل قوي اهو. نزلها كده، خليها يدوبك غلوتين 3 كده، يعني 5 دقايق او اقل كمان في المية. الكربونات بيحافظ على لونها قوي. مجرد بس يعني ما 5 دقايق في المية كده السخنة، اروح مصفياها تحت الحنفية. بحط لها الفلفلايه دي، ودي الملوخيه بتاعتي انا قرطفتها، بس المره دي مش هعملها بالمخرطه، انا هعملها بميه سخنه ومعلقه كربوناتو في الميه. هحط الملوخيه عشان انا حاليا مستعجله، وارد ملحقش اعملها بالمخرطه. فلما بكون مستعجله ان انا اعمل الاكل بسرعه ما بعملهاش بالمخرطه، بعملها بالطريقه دي. الطريقه دي برضو حلوه معايا قوي وبتنجز، وبتفضل الملوخيه خضرة يعني لونها بسم الله ما شاء الله خضار جميل قوي اهو. نزلها كده، خليها يدوبك غلوتين 3 كده، يعني 5 دقايق او اقل كمان في المية. الكربونات بيحافظ على لونها قوي. مجرد بس يعني 5 دقايق في المية كده السخنة، اروح مصفياها تحت الحنفية. بحط لها الفلفلايه دي، في حله كده على النار، وهنبدا نعمل الملوخيه. اخدت شوربه من بتاعه الفراخ، وهحط كده فصين بمقدار فصين توم ناعم، وهحط فلفل اسمر. حطيت مرقه دجاج، وحطيت سمنه، وحطيت فلفل اسمر، وهخليها تاخد غلوه واحده بالثوم، وهنزل عليها الملوخيه انا بعد طبعا ما صفيتها من الميه اللي بالكربوناتو، صفيتها تحت الحنفيه وشغلت عليها الميه البارده. صفيتها خالص من الميه السخنه وغسلتها، يعتبر كاني بغسلها من الكربونات وكده. وبعد كده اهو على النار زي ما قلنا، فرمتها في الكبه، يا دوبك ضربتها ضربتين، كل ضربه يا دوبك نص ضربه كده، عشان ما تتفرمش ناعم. الملوخيه الشوربه هتغلي. الشوربه اهي بدات اهي غلت. هنزل عليها الملوخيه.
اللهم بارك. شايفين الخضار بتاعها اهو، ولا من غير مؤثرات ومن غير اي حاجه. ده اللون بتاع الملوخيه. يدوبك تغلي حاجه. بص، مره واحده من اول غلوه. الملوخيه ما بتحبش الغليان، اكتر من مره او مرتين بالكتير عشان تفضل خضره، وعشان نستفيد من كل المعادن بتاعتها اهي. اللهم بارك. اللهم بارك اهو. ده الفلفل بشيله، اللي هو اللي ما اتفرمش بشيله، الباقي اتفرم. الفلفل الاخضر يعني بيحلي الملوخيه قوي اهي. بدأت تغلي اهي. قوامها بالنسبه لي انا مظبوط. ممكن اخففها بمعلقه شوربه بس. الملوخيه اهي خلاص كده. هطفي عليها. في الطاسه حطيت سمنه، وحطيت التومه عشان اعمل كده طشه الملوخيه. معلش انا اسفه على حركه الكاميرا. هحط بقى الفلفل الاسمر والكزبره. حطيت اهو فلفل اسمر وكزبره. يدوبك تاخد لون كده وهطشي بيها على طول اهو. خلاص هتاخد بس اللون، وهطفي عليها على طول وهطشي. انا عايزه اللون ده، اللون الذهبي ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الطشه اهي على وشها. في طاسه اهي على النار، حطيت السمنه. هبدأ بقى احمر. وده اهو شكل الاكل النهائي. ادي العيش الشمسي، هو ليه فتره عندي. وادي الملوخيه، الرز، وادي الفراخ بعد ما اتحمرت، وادي احلى طبق شوربه، وادي المخلل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتشتركوا في قناتي خلطة زوزة مع ام هانية. ما تنسوش اللايك الحلو والسبسكرايب والاشتراك في القناة ان شاء الله.